السلام عليكم، أهلا بكم أحبابي، عاملين إيه؟ أخباركم؟ في النهاردة معايا فيديو جديد إن شاء الله، فيديو تحفيزي يشجعكم كده ويحفزكم ويكون كله طاقة ونشاط. أول حاجة طبعا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اليوم بدأ معانا بالليل، يعني كان يوم السبت بالليل. نزلت طبعا، كانت سبب تأخيري عنكم في الفيديوهات وكده، كانت بنتي تعبانة، فنزلت عملت لها اشعة وكده، وجبت معايا الحاجات دي للاولاد بحيث ان هم يفطروا بيها الصبح، وان كانوا هياكلوا حاجة خفيفة كده بالليل، شاي بلبن منها، او في اللانش بوكس اللي مش حابب ياخد سندوتشات ياخد منه يعني معاه في اللانش بوكس وكده. فكانت تشكيلة تمن، أسفة ربع وربع وربع من كل نوع. والفرسكاية دي أو الكحكاية الكبيرة دي الواحدة كانت ب5، هم حبوها جدا، أكلوها بجبنة حبوها جدا. ده يعني بالليل. بالنهار طبعا صحيت الصبح زي ما انتوا شايف، زي ما انتوا عارفين طبعا انا نظفت تنظيفات الشتاء، تنظيفات عميقة جدا. هسيب لكم الفيديوهات بتاعتها في شاشة النهاية. هي بتعمل لكم باي، يقولوا لها ألف سلام. وبعد كده فأنا خلاص ابتديت افرش فرش الشتاء، الجو برد وكده. فالغرفة دياتي غرفة أولادي يعني بيتجمعوا، هما بيحبوا يذاكروا مع بعضهم في الغرفة دي. فحسيتها إن هي ضيقة، يعني ضيقة عليهم وكده. فأنا حاولت إن أنا أرسم كده الغرفة في مخي وأوسعها لهم، بحيث أعمل لهم مسافة في الأوضة في النص كده، تكون مرتاحة للي بيقعد على الكمبيوتر اللي بيذاكر وكده. انتوا طبعا شفتوا شكلها قبل، ده شكلها بعد. إيه طبعا انا السجادة عندي سجادة كبيرة وكده، بس ايه وديتها المغسلة تتغسل، كنت شايلاها يعني لها فترة طويلة، فوديتها المغسلة، وبعد كده لما تيجي من المغسلة هفرشها. وعملت لهم الأوضة، ايه قولوا لي ايه الفرق ما بين قبل وبعد؟ يعني وسعت خالص هي، يعني هي اخذت معايا الحمد لله، هي وسعت خالص وكده، بقيت مرتاحة بالنسبة لهم. وابتديت برضو افرش خلاص الركن، فرش الركن وكده، وكنت غسلاه ويعني ابتديت افرش الدنيا والملم الدنيا، ان احنا خلاص في شهر 12 في اوله، والدنيا هتسجع وكده. فقلت الملم الدنيا وافرشها، والحمد لله فرشت الشقة كلها ودفتها. هنا طبعا الركن بتاعي كنت غاسله القماش، يعني الفرش بتاعه بتاع الشلت وكده. النوع القطيفة بتاعته دي جلد مجلوب، نوعتها حلوة بتستحمل الغسيل وكده. زي ما انتوا شايفين هنا البطل بيساعدني، البطل عمورة بيساعدني. بس وابتديت ان انا افرش الركنة والمخدات اللي هي الكوشن بتاعتها وكده، وانظم ايه الدنيا والملمها، بحيث اني اللي تعبان نقدر ننتبهيله، اللي هيذاكر الكلام ده كله. ما تنسوش معايا احبابي الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وما تنسوش احبابي اللايك اللي بيدعمني وبيحسسني ان انتوا خلاص استفدتوا من الفيديو او عجبكم الفيديو عامة. وما تنسوش تسيبولي تعليق يشجعني ويحفزني. وعايزاكم كده تدعوا دايما، تدعوا دايما ان ربنا يكفينا شر فواجع الاقدار. اني يعني حاجة، طبعا ربنا يرفع عنا البلاء جميعا. لما بتحصل حاجة كده على غفلة بيكون فيها فجعة كده، فالواحد بيراجع كل حساباته. الحمد لله الحمد لله ربنا يعني انا مش عارفة اقول لكم، ان شاء الله باذن الله يعني ايه ربنا يجيب لنا الخير جميعا ويكفينا شر فواجع الاقدار. يعني كان وانا بمنتج الفيديو ده صبحنا على خبر يعني حادث عندنا في البلد وكده، فكان مؤلم شوية. فيعني قلب الناس كلها وجعها على يعني ملابسات الحادث وكده. الله يرحمهم جميعا ويحسبهم شهداء بإذن الله. خلصت الركنة ووريتكم وريتكم ايه، وريتكم الصالة كده بعد ما ايه، هي اسمها عندنا الصالة عشان صغيرة مش ريسبشن، يعني الريسبشن بتاعي بيبقى قطعتين، صالة كبيرة قطعتين.
وكده. هي احنا عندنا اسمها صالة صغنططة خالص. وريتها لكم وكده. وفي اليوم ده كنت متبلة بانيه في الفريزر. طبعا هي تفريزات الفريزر بتسعف في الحاجات دي. طبعا طلعت البانيه، حمرته وحمرت البطاطس وشوية خيار كده علشان ما كانش عندنا مخلل، وجرجير، واكلنا والحمد لله. هنا طبعا انتوا عارفين ان انا كان المطبخ بتاعي شكل خالص، وانا جددت المطبخ بتاعي. عملته سيراميك وعملت اللي هو نظام الحوض كده. اللي مش عارف يرجع للفيديوهات القديمة بتاعتي هيعرف شكل المطبخ القديم بتاعي. وبرضو الفيديو بتاع تجديد المطبخ انا برضو مورياكم شكل المطبخ القديم. فانا ما كنتش شاركت معاكم الجزء اللي عند الحوض ده انا عدلته ازاي. انا وريتكم السيراميك وشكل السيراميك والدنيا دي كلها. ما وريتكمش الشكل اللي هو عند الحوض انا عملته ايه. بص انا عملت من تحت رخام، عملت ارفف رخام وكده، كنت وريتها لحضراتكم قبل كده. قفلت عليها بضلفة من الالموتال، ومن فوق عملت المطبقية الالموتال. انا كان عندي مطبقية خشب وكده، بس ما كانت كبيرة ومش عملية، مش شايلة حاجة خالص. دي عملية شايلة الأطباق والكوبايات بتاعتي. وتحت الحوض قفلت وحطيت فيه الخزان بتاع الفلتر والفلتر والمنظفات الخاصة بيا بتاعت المطبخ يعني. والأطباق البلاستيك اللي بستخدمها لغسيل الخضار وغسيل اللحوم والكلام ده. ادي الشكل العام. طبعا انا هنا جبت زيت ألمع بيه الرخامة، لان حسيت فيها تشجيرة بسيطة جدا، بس هي ايه تمام يعني. قولولي ايه رأيكم في تكفيلة المطبخ بالشكل ده. بعد ما خلصت الدنيا دي كلها زي ما انتوا شايفين، كان خلاص فرشت غرف الاولاد وفرشت الصالة والمطبخ. طبعا فرشته، انا وريتكم بس المنطقة اللي هي عنده الحوض فرشته، وفرشت الارضية والدنيا كلها. جيت بقى عند الغسالات اللي هي المكان المخصصة للغسالات. كان مليان يعني غسيل كتير زي ما انتوا شايفين. الله اكبر الله اكبر الاذان. ارجع لكم بعد الاذان. رجعت لكم تاني. هنا بقول لكم ان الغسيل اللي كان في سبت الغسيل طبعا قسمته، الجزء اللي هو الفاتح لوحده والجزء الغامق لوحده. انا علشان يعني تعبت في النهار كتير قسمتهم. الغامق طبعا مش متسخ قوي، فاخدته وحطيته في الغسالة اللي هي نص اوتوماتيك غسلته فيها. واللي هو كان فاتح عملت له دورة في الغسالة الفوق اوتوماتيك. وخلاص على كده وخلصوا ونشرتهم، وانتهى اليوم معايا اللي هو بالليل على كده. طبعا انا نسيت اقول لكم ان لما بيأذن الاذان يعني ما تنسوش من اول الاذان لحد اخره. بيقولوا برضو لحد الاقامة ما تنسوش انكم تدعوا بكل اللي انتوا بتتمنوه، ان ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم ويكفيكم شر اي حاجة وحشة، يسر لكم اموركم. كل دعاء انتوا نفسكم فيه احفظ يعني ادعوه في الوقت ده. الدعاء دواتي يعني الوقت ده الدعاء فيه مستجاب. ان كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة فضلا منكم وليس امرا. يا ريت يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر، ان شاء الله باذن الله هتستفيدوا. ويعني لما بتسمعوا الفيديو للاخر الموضوع دواتي بيكون كويس للقناة وكده. وما تنسوش اللايكات وتعليق كده يشجعني ويحفزني. بصوا الكلام ده كان تاني يوم. كان هو مجرد ان الغداء النهارده كان حاجه سهله يعني، مش هتخلي البوتاجاز بتاعي يتسخ وكده. فكان عندي مواعين على الحوض سويتها. بعد كده قلت لازما قبل ما انا ابدا تنظيفي عميلي اسفه للغدا وكده. بحاول ان انا اظبط الرخامات بتاعتي، اظبط البوتاجاز بتاعي، الحوض لو كان عليه شوية كوبايات شوية حاجات اغسلهم، بحيث لما يجي الغدا يبقى معايا الدنيا تمام. سواء يعني الغدا بتاعك مثلا هتعمليه في الفرن هتعمليه على البوتاجاز، برضو يكون شكل البوتاجاز بتاعك منظم كده وكويس. انا عامه لما بصحى الصبح طبعا بعد صلاتك، وان
يعني وتحاولي تقرأي جزء من القرآن تخصصيه ليكي. عامة استطعتي يعني كل كام يوم، كل يوم، يعني الحاجة اللي تريحك. اول حاجه لازم حتى لو الدنيا برد تفتح الدنيا كلها، بتطلعي بتغيري او بتجددي الهواء بتاع البيت، بتطلعي الهواء اللي هو المكتوم اللي احنا قافلين عليه الليل كله، وبتدخلي هواء جديد نظيف. يعني لو الدنيا برد فتحي كده نص ساعة ولا بتاع وقفلي الدنيا كويسة وجو دافي وكده. خلي الشبابيك مفتوحة معاكي فترة معينة، الشمس طالعة طلعي البطاطين بتاعتك تتشمس وكده. ده اللي انا بعمله. وبعد كده بساوي ارتب اي حاجة كده عايزة تترتب بتاع. كان الأولاد ما راحوا نزلوا المدرسة، لو في غسيل بحط دورة الغسيل. لو هتتنجع مثلا بسيبها تتنجع وبرجع أشغل عليها تاني. بدخل المطبخ بتاعي مثلا أنا عارفة من الليل إن أنا هعمل إيه، فبيكون الحاجة دي جاهزة عندي. يعني لو أنا هشتريها من بره بعت اشتريتها. لو هي موجودة عندي في الفريزر بطلعها تفك. لو انا مثلا هعمل حاجة عادية موجودة كده عدس بتاع برضو ايه، ابقى عارفة انا في اليوم دواتي هعمل ايه. علشان ده يعني اكتر حاجة بتخليكي تنجزي في عميل الغداء للناس اللي هم بيتغدوا بدري زينا. احنا يعني احنا مش بنتغدى الساعة 6 ولا الساعة 5 بالكلام ده. انا الاولاد بيجوا من المدرسة، بيلاقوا الغدا، بحيث ان اللي عايز ينام ينام، واللي عايز يعني هيروح دروسه وهيروح اي حاجة تكون يعني ايه يكونوا الغدا معمول شبع وكده. لان انا اولادي من ياخدوا سندوتشات فينو عادية بجبنة عادية كده، فايه وبرضو عدد صغير من السندوتشات، يعني الواحد فيهم بياخد رغيف او رغيف ونص فينو من الصغير بس. فهم ما بيحبوش ياخدوا السندوتشات وما بيحبوش موضوع السندوتشات. بس انا ايه اقول لهم خدوا يعني حاجة كده تغير ريقكم في المدرسة وكده. وممكن يفطروا وممكن ما يفطروش، فانا بجهز. وطبعا لظروف الصحية وكده، فمش اليوم كله هفضل واقفاه وكده وانا عايزه الملم يومي. اللي هو زي ما احنا مشينا واحنا صغيرين، الصبح بدري الفطار، بعد الظهريه كده الساعه 2 3 ده ميعاد الغدا. بالليل بناكل حاجه خفيفه او يعني هي بتكون حاجه خفيفه، مثلا شويه رز بلبن، شويه شعريه بلبن، مثلا نكتفي مثلا بفاكهة بس، اللي هي حاجة خفيفة بالليل. مثلا لبن يسجوا الأولاد، وبيسجوا فيه مثلا شوية هايش، أو أنا عاملة شوية جرس، عاملة شوية بتاع. هو ده اليوم. فأنت لما بتعملي غداكي بدري وبتنجز الدنيا دي بدري، فبتحسي ان اليوم بتاعك فيه بركة. يعني الا لما تيجي عليه اللي هي ممغصات الحياة دياتي، بس يعني اليوم بتاعك بيكون في بركة، وبنقدر ننجز وبنقدر نعمل شوية حاجات كده، وانا برضو ارتاح. يبقى انا خلصت غدايا وبتاع وقعدت، عشان انتوا عارفين ظروف رجلي، بكون قعدت بقى على حالي وكده. ده اليوم اللي انا بابا ممشياه، واللي حسيته هو احسن حاجة ليا. يعني هو ده النظام اللي مريحني واحسن حاجة ليا. في ناس بتحب تتغدى الساعة 5 وبتفطر مثلا الساعة 10، بتفطر حاجة مثلا تشبعها للوقت كده والبتاع ده. كل واحد يعني أدرى بظروف بيته ويمشي بيته ازاي. انا شايفة احسن حل ليا او اسلم حاجة لبيتي هو النظام اللي انا بعمله. والنظام ده بيديني بركة في الوقت، بيديني انا راحة لنفسي ان انا وقت معين وبفصل وبقعد علشان موضوع رجلي وظروفي الصحية. فيعتبر هو ده النظام اللي انا برتاح له. طبعا انا قلت لكم ان انا بعمل ايه. انا بصحى الصبح برتب الدنيا وكل الكلام اللي احنا حكينا فيه، بخش على المطبخ بمسح الرخامات، التلاجة عايزة تتنظم بنظمها، شوية بخاخة فيها شوية مية وكلور ابيض خفيفة، يعني حاجة بسيطة جدا، مع فوطة بمسح التلاجة كده. وان كان فيها بواجي احنا مش يعني مثلا الاولاد عندي انا لو طبق فيه حبايه فول صغيره يشيلوا الطبق بالحبايه الفول الصغيره وتنشف. مثلا
شوية جبنة صغنطاطين في معلقة كده يسيبوها في التلاجة، فأنا بلم وراهم الحاجات اللي هو مثلا واحد فيهم يعمل سندوتش يسيب المعلقة في التلاجة وخلاص على كده. فأنا بلملم التلاجة وبنظم التلاجة وبمسحها كده بالبخاخة دياتي، بعمل الرخامات البوتاجاز برضو. اشوف انا الحاجة اللي انا هعملها ابتدي اجهز، يعني اجهز لها، عايزة بصل يتحضر، عايزة طماطم، عايزة الكلام دواتي. والمواعين اللي هي بتاعت قبل الغدا دي بعملها قبل الغدا، لان لو جت عندي مواعين قبل الغدا وبعد الغدا الاتنين مع بعض بالنسبة لي انا وظروف الصحية بيكون صعب جدا. وانا طبعا بغسلها، انا بغسل شوية واقعد شوية، بغسل شوية واقعد شوية. بس دلوقتي حاليا الجو بيجي شتاء، فانا يعني لو اتبليت مية وكده فبتعب وكده. الفيديو بتاعنا كده انتهى. ما تنسوش احبابي الاشتراك في القناة، واستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم.